أنا اسمي أميرة. كنت عايشة أنا وبابا وماما. بابا وماما ما عندهمش ولاد تانيين غيري. بابا والحمد لله بيشتغل محاسب، وأمورنا المادية كويسة جدا. لكن كنت دايما بلاحظ إن أمي بتحب الفلوس أوي. مهما كنا عايشين مبسوطين فهي عايزة الأكتر والزيادة، وعلشان كده أنا طبعت شبهها بالظبط. ومش بس كده، أنا شبهها في كل حاجة: جمالنا، أنوثتنا، هيبتنا وطلتنا. كل الناس كانت دايما بتبقى عينيها على أمي، وأنا من بعد كده لما كبرت بقيت زيها بالظبط. كل اللي حوالين مننا بيبقوا طمعانين فينا. من وأنا عندي لسه 19 سنة كان بيجيلي عرسان كتير جدا، بس أنا ما كنتش بوافق على أي حد، لأن أنا كنت عايزة حاجة معينة في خيالي وبس. حد يحقق طموحاتي اللي أكتر من اللازم، واللي دايما ببصلها اللي هي مش هتنفع غير بجوازة معتبرة كده تخليني كده أعيش على وش الدنيا. رغم زي ما قلتلكم لسه من شوية إن احنا حياتنا وأمورنا المادية تعتبر كويسة جدا بالنسبة لناس كتير غيرنا. بس طبعا يا جماعة الطموح حلو، وده حق مكتسب لناس كتير. أي حد من حقه إن هو يحسن ظروفه المادية أكتر ما هو عايز، وده شيء طبيعي جدا. وأنا اتعلمت ده من أمي، إن كانت تعتبر كل خلافاتها مع أبويا إن هي عايزاه يطور من نفسه في شغله ويبقى أموره المادية أحسن وأجمل. أنا ما كنتش بخبي عن أمي أي حاجة. أي حد كان بيدخل حياتي لازم كنت بحكي لها عليه وبقول لها كل التفاصيل. وفي يوم لقيت ماما فرحانة قوي بسبب اتصال جالها، ولما سألتها قالت لي إن دي واحدة صاحبتها بقالها فترة وهي عايشة برا مصر، وده بسبب إن هي ربنا كرمها بشغلانة حلوة قوي مع ساري عربي، وأمورها المادية بقت زي الفل. وماما كانت عايزة تستغل مجية صاحبتها دي علشان لو تقدر تشغل بابا برا أو أي مصلحة تجيلها منها، خصوصا بقى لما عرفت إن هي مش جاية لوحدها. وماما كمان لقيتها بتحكي لبابا عن صاحبتها دي، وبتقوله إن فلانة جاية ومعاها الراجل اللي هي شغالة معاه، عندهم شوية شغل في مصر، وإن هي بقى هتحاول تعزمهم وتظبط لهم قعدة حلوة كده علشان نفسها إن ربنا يكرم بابا بشغلانة كويسة. والأول مرة بابا بيوافق وما بيقولهاش حاجة، وبيقول لها خلاص يا ستي اللي تشوفيه، بس لما صاحبتك الأول تيجي بس هي هترضى تيجي عندنا، ولو جات هتجيب الراجل عندنا ليه؟ قالت له ما تقلقش، أنا هكلمها وهقول لها تيجي على أساس إن أنا هعمل لهم عزومة مصرية مية مية. أكيد طبعا هي وحشها الأكل بتاع مصر، وأكيد يعني هتبقى محتاجة إن هي تتباهى قدام الراجل، فاحنا هنعزمه من النقطة دي. وفعلا لقيت ماما بتكلم صاحبتها وبتقول لها إن هي فرحانة أوي إن هي هتشوفها، وإن لازم تيجي هي والراجل بتاعها علشان تتغدى معانا أول ما تيجي من السفر. فهي بتقول لها إن هي مش هتقدر تيجي أول يوم علشان هما جايين علشان شغل، بس هتحاول ان شاء الله ان هي تظبط وقت وتيجي فيه. بس فكرة ان هي تجيب الراجل اللي شغالة معاه مش متأكدة منها. وطبعا ماما قعدت تفكر كتير قوي، وكانت بتتكلم معايا وبتقولي انت ايه رأيك اعمل ايه علشان اخلي الراجل ده يجي هنا. قلت لها عادي يا ماما، اكيد يعني هتجيبه ان شاء الله. وسألتها ساعتها عن سبب اهتمامها، وساعتها برضو قالت لي نفس الكلام، ان هي عايزة تجيب فرصة شغل حلو قوي لبابا علشان يسافر وينقلنا نقلة تانية بقى خالص، وبدل الشقة تبقى شقة احلى واكبر وفي حتة اقيم وحتة راقية يعني وكده. ولو العربية بتاعتنا اي كلام فنجيب عربية حلوة، ونبقى عندنا فسح وخروجات اكتر بكتير من اللي احنا فيها دي. وطبعا دي حاجة فرحتني وقلت لماما ان انا هساعدها. المهم جت فعلا اليوم اللي صاحبتها دي جاية فيه، وماما اتصلت بيها في التليفون وقالت لها فينك، انا مستنياكي، انت لازم تتغدي معايا. قالت لها زي ما قلت لك والله عندنا شغل بس احنا في المكان الفلاني، ولو انت عايزة تيجي تشوفيني تقدري تيجي. ماما ما كتبتش خبر، وكلمتني وقالت لي ان هي هتمشي وهتروح تقابل صاحبتها، وانا ما كنتش في البيت في الوقت ده. وقالت لي ان هي ان شاء الله هتحاول تعزمهم زي ما هي متفقة معانا. قلت لها خلاص يا حبيبتي، وراحت ماما. بس ماما بقى لما جيت قالت لي ان الراجل ده غني وانا مش طبيعي، رغم ان هو سنه صغير وعنده 40 سنة. وماما بقت بترسم حرفيا ان يا ريت لو الولد ده يتقدم لي. قلت لها يا ماما ده عنده 40 سنة،
وانا برضه عايزه حد يبقى صغير شويه. قالت لي بس يا هبله يا عبيطه، ده معاه فلوس كتير جدا، الناس دي ما يفرقش معاها الفلوس، ده حاجه كده مش طبيعيه، حاجه زي اللي بتيجي في الافلام. قلت لها يا ماما انتش عرفك وانت يعني عينتي؟ قالت لي يا بنتي انا ليا نظره برضه، وبعدين صاحبتي اتكلمت معايا في حاجات كتير وقدرت اعرف ان الراجل ده فعلا غني قوي، غني وثري ثراء فاحش، حاجه انت متتوقعهاش. المهم ان هي ماما فعلا عزمتهم واتمسكت ان هم ييجوا. بس ماما لقيتها بتقولي ان هي متأكدة ان الراجل ده هيوافق يجيلنا. ولما قلت لها ليه، قالت لي ان هي من ساعة ما دخلت عليهم في المقابلة دي والراجل ده منزلش عينه من عليها. فبصيت لماما كده باستغراب وقلت لها ما نزلش عينه من عليكي؟ امال انتي عماله تقولي لي لو تعرفي توقعيه ولو تعرفي تتجوزيه ومستحيل يشوف جمالك وكده وما يتحركش ايه. قالت لي يا بنتي يا عبيطه مش مشكله بصلي ولا ما بصليش، المهم هو هينفع يتجوز مين؟ هينفع يتجوزك انتي يا قمر يا صغنن انت؟ وبعدين اعملي بس اللي انا هقولك عليه وما تشغليش بالك باي حاجه تانية. قلت لها ماشي. الغريب بقى يا جماعه ان بعد شويه صغيرين جه ماما اتصال من صاحبتها اللي كانت بتكلمها في التليفون وبتقول لها انا عايزه اقولك على سر مش هتصدقيه. قالت لها خير يا حبيبتي قولي. قالت لها الراجل ده هيموت عليكي، بجد عينيه هتطلع عليكي، وبعد ما مشيتي فضل يسألني عنك كتير قوي. ماما ضحكت طبعا وقالت لها ما انا خدت بالي. قالت لها بس انت ما تعرفيش ان الراجل ده عنده استعداد يعمل اي حاجة علشان يوصل لواحدة هو عايزها. فماما قالت لها يعني ايه تقصدي ايه؟ قالت لها زي ما بقولك كده، الراجل ده ما بيفرقش مع الفلوس، مع فلوس قد دماغه، وبيصرف على الستات هناك بكمية فلوس مش طبيعية. حتى وهو هنا انا متأكدة ان هو جاي يدلع نفسه برضه، لان هو مش حارم نفسه من حاجة. فماما ساعتها سألتها وقالت لها طب وهو مش متجوز؟ قالت لها ويتجوز ليه يا عبيطة؟ لما بيبقى عايز واحدة بيجيبها وبيعرف يعمل كل اللي هو عايزه، هينكد على نفسه ليه الجواز بقى؟ فماما قالت لها بس انا بصراحة كان نفسي كده، ولا خلاص مفيش. فقالت لها قولي لي اللي انت عايزاه وانا معاكي. انا قلت بس اعرفك علشان انت صاحبتي، بس انا عارفه ان انت مالكيش في الكلام ده. وطبعا صاحبة ماما دي ما كانتش تعرف ماما كويس وما تعرفش ان ماما هتتجنن على فلوس الراجل بس مش عليه، وفي نفس الوقت ما تعرفش ترتيب ماما وتخطيطها. ماما مش فارق معاها ان الراجل يبص لها او حتى تحس ان هو عايزها، وطبعا ده احساس انتوا فاهمين هيبقى عامل ازاي. ماما مش فارق معاها اي حاجة غير المصلحة والفلوس والماديات. ومن هنا ابتدى الرسم على تقيل بقى. ماما استغلت صاحبتها لان صاحبتها ما بتخبيش عنها اي حاجة. وجاي فعلا الراجل وكان معاه صاحبة ماما، دخلوا وكان جايب هدايا بصراحة غريبة جدا، هدايا ما بتجيش للناس القريبين، دهب وموبايل وحاجات مش طبيعية. ايه الراجل ده؟ ده فعلا يا ماما عامل زي اللي بيجي في الافلام. ماما قالت لي شفتي بقى، انا عايزاكي تلبسي احلى طقم عندك وعايزاكي كده تبقي زي القمر. قلت لها بقول لك ايه ما تشتغلنيش، انت عارفه ان الراجل عينه منك انت. انا هعمل الحاجات دي اللي بقى خلاص يا ستي، انا ما بحبش الجو ده. ماما قالت لي اسمعي بس كلامي، ايه يعني عينه مني ولا منك؟ يا بنتي ده هو لو شافك هيتجنن، انت شبهي واحلى كمان ولسه صغيره، فاكيد يعني هو هيركز معاكي انت اكتر. فقلت لها خلاص يا ماما ماشي. وطبعا لو عايزين تعرفوا بابا بيعمل ايه، فبابا مركز في الشغل وبس. والمرة دي بجد كان نفسه ان هو يحقق حلم امي ويبقى عنده شغلانة تانية او يحاول ان هو يستفاد، خصوصا ان هو سنه ما بقاش صغير وممكن بعد كده ما تجيلهوش فرصة ان هو يسافر برا او ان هو يشتغل شغل كويس زي ده. المهم طلعت فعلا وحاولت أبرز كل أنوثتي قدام الراجل وبان قدامه إن أنا البنت القمر الكيوت اللي مفيش زي. بس الغريبة بقى إن أنا كنت واخدة بالي كويس جدا إن هو حرفيا مركز مع أمي في كل حاجة، عايز يبقى واقف قدام ماما طول الوقت، طول ما هو قاعد موجه كلامه كله لأمي وفي شوية كلام بيبقى لبابا. وبجد الراجل ما أخدش باله مني نهائي ولا كأني موجودة. أنا بالنسبة له هوا. وماما خدت بالها كويس جدا في اليوم ده وكانت متضايقة لأن هي كان هدفها إن القعدة دي كلها علشاني أنا، علشان تقدر تستفاد منه.
أصل هي هتستفاد منه إيه لما يبقى عينه منها؟ هي كانت عايزاه يتجوزني أنا. المهم، ماما فضلت تتجاهله على قد ما تقدر، واتكلمت معاه إن هي عايزة فرصة شغل كويسة جدا لبابا، وإن بابا بيشتغل شغل كويس، وإن هو عنده سوي محترم. وطبعا الراجل كان عايز يقدم لماما كل الخدمات اللي هي عايزاها، خصوصا لو الخدمة دي هتخليه يسفر بابا بعيد عنها. فطبعا قال لها ان هو هيقدر ان شاء الله يشغله شغل كويس جدا، وكمان هيخليه بين هنا وهناك، يعني مش هيخليه مربوط هناك. وقال لها الكلام ده طبعا علشان خاطرك انتي بس، وعلشان خاطر بنوتك القمر دي، قصده عليا. ومن اليوم ده بقى زادت عزوماتنا ومقابلاتنا، سواء بره البيت سواء عندنا سواء في الفندق اللي هو قاعد فيه. يعني الموضوع طول جدا، ومن كتر ما هو قعد هنا وما بقاش عايز يمشي، بدل ما كان قاعد في فندق خد شقة مفروش إيجار. بس شقة ايه من اللي هي كده، حاجة حاجة زي كده الأفلام العربي، حاجة كده أنا عمري ما شفتها في حياتي. وكان بيعزمنا عليها، وفي كل الخروجات والقعدات كان كل اهتمامه مركز على ماما وبس، لدرجة إن صاحبة ماما كلمتها وقالت لها بقولك إيه، الراجل هيموت عليك، ما تخلعي يا ست جوزك واتجوزيه. قالت لها وهو أصلا عايز يتجوزني؟ قالت لها بصراحة ما اعرفش، أصل الراجل ده دماغه غريبة. قالت لها طيب وبعدين هنعمل ايه يعني؟ انت بتهزري طبعا اكيد. قالت لها يا ستي مش مشكلة، اخلعي جوزك ومشي معاه شوية، وانت هتاخدي من وراه دهب يا بنتي، ما تضيعيش الفرصة دي من ايدك. بس ماما فضلت برضه مركزة ان انا الاولى ان انا اتجوزه، وان انا اللي يعني المفروض ان هي تعمل الحاجات دي علشاني، وساعتها برضه هي هتستفاد من الناحيتين، وهيبقى الموضوع جواز مش حاجة تانية. فعشان كده ماما فضلت ان هي متمسكة باسلوبها، دايما تتجاهله. والنوع ده من الرجالة لما بيلاقي التجاهل ازيد من اللازم كده بيبقى هيتجنن، خصوصا وهو متعود ان اي واحدة ست بيوعظها بتجيله بالفلوس. فكان متضايق جدا وعايز يوصل لماما بأي شكل، لدرجة إن ماما في معظم قعداتها كانت دايما تقوله إن هي نفسها تفرح بيا، وإن أنا زي القمر وأكيد أستاهل راجل كويس جدا يحافظ عليا. كانت بتقعد تتكلم عليا كتير قوي، وبصراحة أنا في الوقت ده كنت خلاص فقدت الأمل فيه، وما بقاش في دماغي خالص إن أنا أخده أو أتجوزه أو أي حاجة من دي. وكنت فرحانة أصلا إن بابا بيشتغل، وإن إحنا كده كده أمورنا المادية هتبقى كويسة. وغير كده هو فعلا الراجل ده موجود في حياتنا، ووجوده في حياتنا كان بيعمل لنا يعني تغييرات في حاجات كتير سوء، في مستوى المعيشة في الخروجات في كل شيء. بس ساعتها ماما قالت لي ان هو اكيد مش هيفضل كده، واكيد هيمشي، او على الاقل يعني لما يزهق الموضوع هيبقى خلاص. فتخيلوا ان من كتر كلام ماما معايا، ومن كتر اهتمام ماما بيا، ومن كتر ما هي بتتجاهله، الراجل بجد كان هيتجنن وهيموت كده، ويوصل لماما بأي شكل من الأشكال مهما كان هيصرف فلوس. والكلام ده صاحبتها قالته لها بالحرف الواحد. بس ماما بقى لا هي راضية تنهي معايا الموضوع سواء بآه أو لأ، ولا هي راضية تسيبه خالص. بجد ما كنتش فاهماها لحد ما لقيت فعلا إن ماما بتخطط له حصل. واليوم ده لقيت الراجل ده لأول مرة بيتكلم معايا، وبيقولي إن هو معجب بيا جدا من أول مرة شافني فيها. وطبعا أنا كنت واخدة بالي إن هو ده ما حصلش، بس عملت نفسي إن أنا مصدقاه، وقلت له إن هو كمان شاب جميل، وأي واحدة تتمنى إن هو يبصلها بس. وبعد كم مرة كده كان دايما لما نتقابل يقعد يتكلم معايا، لقيته بيقولي إن هو عايز يتقدم لي، وإن هو هيعمل لي كل اللي أنا عايزاه واللي نفسي فيه. ده بيفكر للمدى البعيد، أنا مش متخيلة إيه الدماغ بتاعته دي. فطبعا قال لي إن هو هيجيب لي شقة حلوة جدا هنا في مصر، شقة على مستوى يعني، وفي نفس الوقت هيخليني هنا جنب ماما. وطبعا ده كان اقتراحي، لأن أنا قلت له إن بابا بيسافر هنا وهنا، وأنا مش عايزة أسيب ماما لوحدها، رغم إن ماما كانت عايزة إن إحنا في يوم من الأيام نسافر هناك. بس هي وافقت في الوقت ده على كلامي، علشان خاطر كان نفسها إن الموضوع يتم، وده كان اقتراحها من الأول. المهم فعلا اتخطبنا، وفي خلال شهر كنا مجهزين كل حاجة، وبابا طبعا كان موجود، واتجوزت أنا وهو.
ورغم إن أنا فعلا جميلة أوي وحاولت بصراحة ما أكذبش عليكم بعد الجواز اللي أنا أملى عينيه بكل الطرق وأخليه يركز معايا أنا وبس، وإن إحنا بقى نعيش حياة طبيعية ونسيبنا خالص من جو الحاجات التانية اللي هو كان عايزها دي، بس ما قدرتش أعمل ده. كنت كل مرة بتبقى ماما موجودة معانا كنت بشوف في عينيه إن هو عايزها، إن هو مركز معاها، إن هو لحد الدقيقة دي لسه بيفكر فيها. ساعتها عرفت إن الموضوع مش مجرد إحساس جواه وانتهى، لأ، هو لسه الموضوع ده جواه ولسه بيفكر فيه، وما قدرش يشيل ماما من تفكيره. ودي يمكن غلطة أنا غلطتها، إن أنا أصلا وافقت بالجوازة دي. أنا تخيلت إن الموضوع ده هيقربني منه إن احنا نتجوز وبعد كده الدنيا هتتغير، بس الدنيا ما اتغيرتش ولا حاجة، وفضل وهو معايا كل تفكيره إن هو يبقى مع ماما. أي خروجة لينا كان لازم يقول لي خلي مامتك تيجي معانا. أي قعدة كنت بشوف نظراته اللي كانت غريبة ومريبة، لحد إن في مرة من المرات شفته وهو بيدوس على رجل ماما برجله، وماما بصراحة شالت رجلها في ساعتها، وأنا ساعتها اتضايقت وزعلت، ولقيت ماما بتقولي أنا عايزاكي تركزي مع جوزك وفي حياتك، وأنا مش عايزة أي حاجة خلاص غير مصلحتك، كده كده احنا استفدنا من كل حاجة، وعايزاكي تنسي الحاجات القديمة وما تفكريش فيها خالص وتركزي في حياتك مع جوزك، ولو عايز يسافر معاكي مفيش مشكلة. بس طبعا أنا كنت عارفة إن ماما عايزة تسافر هناك وبابا طبعا بين هنا وهناك، فاحنا ممكن ننقل كل حياتنا في البلد اللي هو أصلا جاي منها. حاولت بصراحة بكل الطرق معاه علشان يركز معايا ونبقى فعلا زي ماما ما بتقولي، بس ما ينفعش، خصوصا ان هو كان ليه علاقات كتير. يعني الموضوع ما كانش مقتصر على ماما وبس، هو فعلا زي ما صاحبتها كانت بتقول اي واحدة ست عايزها بيروح يوصلها بالطرق اللي هي شايف تناسبها. ويمكن ماما لما كانتش متجوزة كانت جوازها شوية، وحتى لو هيطلقها بعد كده بعد ما ياخد اللي هو عايزه. الناس دي بعيدة خالص عن الدين وعن ربنا وبعيدة عن الحلال، بالنسبة له الفلوس هي اللي بتتكلم، وبالنسبة له الفلوس دي ولا أي حاجة، مهما كان بيصرف ما كانش بيفرق معاه، لأن الفلوس أصلا بالنسبة له زي ما قلتلكوا كأنها ورق عادي جدا، مهما بيصرف منها ما بتخلص، وبيقدر بشغله إن هو يزودها كمان مش ينقصها. كان غريب، وعمري ما كنت شفت حد في الحقيقة كده، كنت مفكرة إن الحاجات دي في الأفلام وبس، بس طلعت على الواقع. بعد فترة عرفت إن الجوازة بتاعتي دي مصيرها هتنتهي، خصوصا إن هو طلب مني إن أنا ما أجيبش أولاد، وقال لي إن أنت لسه صغيرة وخلينا نعيش حياتنا الأول رغم إن أنا مش صغيرة ولا هو حتى صغير. المهم ساعتها اتأكدت إن الجوازة دي هتبقى مؤقتة، واتأكدت كمان إن هو مش متجوزني حتى علشان يوصل لنا، ده هو حاطط عينه على حاجة تانية خالص. كل تخطيطات ماما فشلت، وهو فضل يفكر بالطريقة اللي هو عايزنا ورايح للحاجة اللي هو عايز يوصلها. ماما كانت متوقعة ان هو هيحبني هيقرب لي هيلاقي فعلا ان انا مناسبة ليه اكتر، خصوصا فعلا ان انا كنت شبهها جدا يعني، ويمكن احلى منها زي ما هي كانت بتقول. بس متعرفش بقى الرجالة دي بتبقى دماغها عاملة ازاي. ساعتها أنا قررت بيني وبين نفسي إن أنا لازم أستفاد من كل ناحية، وإن أنا أكيد مش هطلع خسرانة من الجوازة دي، ملما كده كده أنا هبقى في الآخر ست مطلقة. لقيته في الفترة الأخيرة بيحاول يقرب من ماما بشكل غير طبيعي، لدرجة إن هو ممكن يعني يتقابلها هي بره على أساس هيجي وياخدها معاه مشاوير، وما بيعملش معايا أنا شخصيا كده. رحت لماما وقلت لها إن الموضوع اللي انت كنت راسناه كله يا هو اتجوزني فعلا بس هو مش علشاني، وإن هو مش قادر ينساها. وماما قالت لي كبري دماغك والمهم إن انت عايشة معاه ومبسوطة. قلت لها لا يا ماما انا مش مبسوطه، وانا بصراحه بقى عايزه اتطلق، وعارفه ان هو مصيره هيسيبني، فلما انا اطلب الطلاق واتطلق اكيد احسن بكتير. لحد ما لقيته زي ما يكون زهق او فقد الامل، بس في نفس الوقت هو برضه مش شاريني ومش عايزني انا. فلقيت في اليوم ده بقى بعد يوم طويل كنا فيه مع ماما، لقيته بالليل بيطلب مني ان انا اقعد معاه وان هو عايزني في حاجه ضروريه. صراحه انا فكرت ان هو هيطلب مني الطلاق، خصوصا وانا حسيت خلاص بقى ان هو فاقد الامل تماما من ناحية امي، وماما فعلا ما بتدوش اي ريق حلو. فلقيته بيتكلم معايا وبيقولني بصي بقى انا عايز ابقى صريح معاكي،
أنا شخص هوائي وبتاع ستات وبحب الجنس الناعم، وعشان طبعا ظروفي مخلياني مش حلو ان انا اتجوز، فانا علشان كده بستمتع شوية واسيب اللي معايا دي وخلاص، وما بفكرش في الجواز. وما فكرتش في الجواز بصراحة غير معاكي انت ولسبب معين. فانا طبعا عارفة السبب ايه. فلقيته بيقولي وبصراحة مش علشان خاطرك انت، بس انا غلبت مع امك، حاولت معاها بكل الطرق. في ستات كتير كانت بتبقى متجوزة وكانت بتتجاوب معايا، انما امك دي مش راضية ابدا. ولاني لقيتها نفسها ان انت تتجوزي فجاتني الفكرة دي، ان انا اقرب منها عن طريق. عملت معاها حاجات كتير وخدتها وخرجتها وكنت بقابلها أوصلها، وأي فرصة كانت بتجيلي كنت بنفرد بيها، بس هي مفيش أي أمل. فأنا بكل صراحة عايزة أقولك إن أنا نفسي قوي إن أنا أوصل لأمك، ومش عايز كل المجهود اللي أنا عملته ده يروح على الفاضي. فأنت بقى لو تقدري توصليني يبقى يعني كتر خير، وطبعا بعديها إحنا هنتطلق. ده أنت لو عايزة، لو مش عايزة وعايزة تفضلي معايا أنا قلتلك ظروفي إزاي. فطبعا ساعتها أنا كان عندي من المجاحة واللامبالاة مخزون مخزناه بسبب التفاصيل اللي حصلت الأخيرة دي واللي أنا حكيت لكم عنها. فلقيت نفسي ببصله بكل بجاحة وبقول له طب ما أنا عارفة. قال لي عارفة؟ قلت له اه طبعا، انت عمرك ما اهتميت بيا، وانت فاكر ان انت هتبقى عامل كل ده وانا غبية يعني مش هاخد بالي؟ لا، انا كنت واخدة بالي كويس جدا. ففكرت في مصلحتي وقتها، ولقيت نفسي بكل جراءة بقوله لو انا عملت اللي انت بتقول عليه هتديني ايه؟ فراح قايل لي اديك اللي انت عايزاه. قلت له للدرجه دي؟ قال لي واكتر. قلت له خلاص انت هتكتب لي الشقه باللي فيها ده باسمي، وانا ساعتها هروح وهتكلم مع ماما وهقنعها لك كمان. كنت عارفه ان ماما استنهازيه ووصوليه وبرضه بتحب الفلوس زيي لان انا طالعه لها. هو ساعتها قال لي والله هكتب لك الشقه دي باسمك. قلت له لا، اكتبها لي الاول وبعد كده ابقى اشوف الموضوع ده. واستنيت فعلا لحد لما اكتب الشقه باسمي ووراني العقد. وطبعا انا كنت موجوده في الامضاءات وكده. فرحت ساعتها لماما وقلت لها ان هو قال لي كذا كذا كذا، وانا قلت له كذا كذا كذا. فماما قالت لي يعني انت بتبيعيني؟ قلت لها لا يا ماما انا مش ببيعك. انا مش فاهمه بصراحه يعني كل اللي انت بتعمليه ده ومستخسره في الراجل مره يعملها معاكي. انت غريبه يعني، طالما انت عايزه توصلي يبقى ما تفرقش معاكي بقى الحاجات دي. انا مستغرباك. فلقيتها بتبصلي كده وكانها عايزه تقولي ان انت اتجرأتي قوي عليا بس مش قادرة. وفي نفس الوقت وافقت ان هي تيجي معايا، وكمان حاولت تستغل الموقف هي كمان، رغم ان انا استفدت وان احنا الاتنين نعتبر مستفيدين، بس ماما فكرت هي كمان وطمعت وحاولت ان هي تستفاد من موقفها وطلبت منه هي كمان طلباتها. الغريب بقى واللي انا مش قادرة افهمه لحد دلوقتي ان هو بيوافق، مش عارفة بيوافق على ايه. يعني اللي خلق ماما دي ما خلقش زيها ولا غيرها؟ انا بنفسي كنت بين ايديه ومع ذلك ما اقتنعش بيا، وانا بطل يفكر فيها، عايز يوصل لها بس. ده مرض ده ولا ايه؟ المهم هو برضه نفذ كلام ماما زي ما قلت لكم، وأمن لها مستقبلها بالطريقة اللي هي طلبتها منه. وبعد طبعا ما خلص كل الحاجات اللي هي طلبتها، اتفق معايا ان احنا هنقضي اليوم سوا مع بعض. وساعتها طبعا اني اروح لامي واقول لها ان هو خلص كل حاجة وانا اللي جبتها له بايدي. وواضح طبعا تفكيره من ناحيتي كان عامل ازاي. لو كنت هفضل على ذمته فهو هيتعامل معايا بالظبط زي السكرتيرة بتاعته اللي هي صاحبة ماما، أسهل له الأمور وأجيب له البنات اللي هو عايزها. بصراحة ده اللي أنا فهمته من موقفه معايا، ومن كمان كلامه لما قال لي إن أنت تقدري تفضلي على ذمتك لو حابة. أنا عرفتك ظروفي إيه. المهم أنا لقيت نفسي فعلا رحت وجبت ماما، والحقيقة إن أنا ما كنتش حاسة من جوايا بأي حاجة. كنت حاسة إن أنا فاضية وضايعة، وما عنديش أي إحساس لا بالزعل ولا بالفرح ولا بالحب ولا بتأنيب الضمير ولا أي حاجة، ولا سلبية ولا إيجابية. وفضلت أنا وماما ماشيين مع بعض، ورحت معاها واشترينا شوية حاجات، وكمان رحت معاها وهي رايحة الكوافير علشان تظبط نفسها. ورحنا على البيت وهو كان مستنينا، وهو وماما خدوا بعض قدام عينيا ودخلوا الأوضة.
وأنا كنت قاعدة برا، قاعدة بلعب في تليفوني واتفرج على التلفزيون كأن مفيش أي حاجة حصلت. والموضوع ده ما كانش مرة واحدة، لأ، ده فضل مرات كتير قوي. غريبة إن هو ما زهقش، ده كمان حاول يستغلنا إحنا الاتنين، ولأن طبعا أنا كنت مراته وكده كده معاه، فما بعد كان بيحصل الموضوع ده بينا إحنا التلاتة. وما كنتش طبعا بقوله لأ، كل حاجة كانت بإيه؟ بحسابها. نسيت كل حاجة، بقينا عايشين بلا هدف بلا كرامة، كل حاجة في دماغنا هي الفلوس وبس. لحد ما حصلت حاجة عمري ما كنت أتخيلها. أنا كنت عايشة أنا وهو وماما مع بعض في البيت. اليوم اللي بيجيله مزاج للحاجة دي كنا بنعمل كده مع بعض عادي، وما كناش زي ما قلتلكم بفكر في حلال ولا حرام. وماما خلاص شالت برقع الحياة بعد ما كانت مدوخة وراه، خدت اللي هي عايزاه وسابته هو ياخد اللي هو عايزه. بس ما كناش عاملين حساب ان بابا يرجع فجأة من السفر بتاعه، وكمان كان عارف ان ماما عندي، فعلشان كده جه على البيت وقعد معانا. والأستاذ مرضاش إن هو يتنازل عن اليوم اللي هو كان مخطط له، علشان كده قال لي إن بعد ما بابا ينام عايزين نتقابلوا إحنا التلاتة في أوضتي. فقلت له إن مش بناقصها ومش لازم النهاردة، مرة تانية. قال لي لأ، أنا رتبت نفسي على النهاردة. قلت له طب استنى لما ماما تمشي هي وبابا، وتبقى حتى ماما تجيلنا مثلا في أي وقت. قال لي لأ، النهاردة يعني النهاردة. وفي النهاية سمعت كلامه، وقلت لماما هي كمان اللي يعني ما ترددتش. ولما قلت لها بس بابا هيبقى بايت معانا، قالت لي اختي ابوكا هيبقى نايم ومش هيحس بحاجة. واضح ان ماما عجبها الموضوع قوي، وبقت مبسوطة هي كمان بالقرف اللي احنا بنعمله ده. المهم فعلا في نص الليل بعد ما بابا نام والمفروض ان هو جاي من سفر يعني، دخلنا كلنا الأوضة وكنا قاعدين مع بعض ومنسجمين ومفيش أي حاجة خالص. وبعد فترة طويلة كنا خلاص تقريبا قربنا نخلص، لقينا هبد مش طبيعي على باب البيت. الشقة كأن الباب بتاعها كده هيتشال من مكان من كتر الهبد والرزع. وطبعا بعد ثواني لقينا فعلا الباب اتكسر علينا، والبوليس دخل ولمونا احنا التلاتة. ولما رحنا هناك اتفاجئت ان بابا كان موجود هناك. بابا سمع الصوت وحس ان ماما مش جنبه، قام علشان يطمن عليها، فسمع صوتنا، وكان طبعا بابا عارف صوت امي، فاستغرب ان صوت ماما معايا في الاوضه. طب بنتي مع جوزها مراتك تعمل ايه؟ فبابا لف وشافنا من البلكونه اللي كان عليها شباك، يعني يقدر ان هو يشوفنا كويس جدا، واحنا ما كناش مدين خوانا قوي يعني. وساعتها صورنا فيديو وراح بلغ عنه، وقال هناك ان هو حاول يتمالك اعصابه لان هو خاف على نفسه من اي حاجة تحصل، وفضل ان هو يبلغ. بس طبعا طلب منهم ان هم يقبضوا علينا واحنا متلبسين، والدليل كان في ايده ومعاه. وفي نفس الوقت ده فعلا هم جم وقبضوا علينا واتمسكنا احنا التلاتة. والاستاذ طبعا اللي كان معانا كان معاه المحامي اللي يقدر يخرجه من كل حاجة. وفضلت انا وهو وماما في القسم على ذمة القضية والتحقيقات شغالة. ساعتها عرفت ان انا غلطت غلطة كبيرة اوي، وقلت ان انا مشيت وراه ده